طيب نروح للزمالك، نشوف العنوان اللي اختاره استاذ حسن المستكاوي للزمالك. الزمالك يعود الى المستقبل. هو الحقيقه الترجمه الانجليزيه بتاعته امم الزمالك باك تو ذا فيوتشر، لان طبعا ايوه ده قصه فيلم يعني. ايوه بس فيوتشر بمناسبه الفيوتشر. ايوه هنا سؤال برضو تاني. وده الجزء الثاني. لا لا لا، ده سؤال سيبك من تاني. الجزء التاني. ده سؤال تاني. ده سؤال تاني. يلا. انت مش ملاحظ ان فيوتشر لعب قدام الاهلي بطريقه تختلف تماما عن الطريقه اللي لعب بيها قدام الزمالك؟ طبعا. أجل. طبعا. ايه هي؟ طبعا مختلف تماما. قدام الاهلي الفرقه كلها تحت الكوره. ايوه. انما قدام الزمالك بيهاجم الشوط الزمالك. الاول بيهاجم هجوم الزمالك من شرس البدايه. جدا. انا جاوبت صح. طبعا، برافو كم من عليك. 10؟ 9 من 10. طب ما انا جاوبت صح يا استاذ حسن. لا يعني 9 من 10. مفيش 10 مع ده، حرام اخد 10 من 10. 10 من 10 لو كنت كملت بقى اكمل جزء بقى. من طب الإجابة. اكمل اديني فرصه اكمل. طب اتفضل. لا ما ينفعش حاجه. كمل كمل لا كمل. لا اتفضل. خاصه يعني اتفضل. هو كان مقدر ان الاهلي نقطة فارقة بينه وبين المركز الثالث. لو اتهزم هيبعد عن المركز الثالث، وخصوصا انه هيلعب مع الزمالك بعد كده. ده نمرة واحد. يدرك تماما ان الاهلي تنظيميا وخصوصا ككتلة فريق يمكن اكثر تنظيما من الزمالك. الزمالك عنده قوة هجومية مهارية واضحة جدا، لكن وسط الملعب خط الظهر خط الظهر الاهلي فيه تكامل كتير عن الزمالك. بالظبط. كمان انا اعتقد يعني انه عمل خدعة. انت شفتني بلعب قدام الاهلي بالطريقة الدفاعية دي، فيمكن في ظن تصدر للزمالك انه هيلعب بنفس الطريقة دي قدامه، يعني بالشكل الدفاعي ده عشان يحافظ على فرق النقطتين. وعلي ماهر مدرب عنده مرونة تكتيكية بالظبط بصراحة. لكن الاثنين بقى عملوا ماتش عظيم جدا. المذهل عودة الزمالك في 4 دقائق صحيح من 2-0. الحقيقة يعني انا كان ظني وانا بشوف المباراة ان فيوتشر هيعمل جيم كبير جدا على الزمالك. لكن الزمالك قدر يرجع بسرعة شديدة جدا، وقدر طبعا هنا المهارة. وعلى فكرة مهارة لعيبة خط هجوم الزمالك دايما بتحسب مبارياته دلوقتي. صحيح. عن خط ظهره بصراحة في مشكلة كبيرة جدا جدا. وسطه كمان صحيح. من غير الفتوح كمان تأثير غيابه على الشوط الأول في المباراة دي كان هو اللي عمل كده. كان عمل فرق كبير جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كرة أونلاين. بعد يا جماعة ما سمعنا حسن المستكاوي وهو بيضع عنوان ويحلل فوز الزمالك على فيوتشر، ما تنسوش معانا اللايك والاشتراك عشان كل الحاجات المثيرة اللي بتحصل على الساحة الرياضية هنجيبها على قناتنا كرة أونلاين. ما تنسوش اللايك والاشتراك.